أما احتفالهم بأعيادهم فقد قال ابن القيم رحمه الله إن هذا إن سلم من الكفر ففعله من أكبر المعاصي وأشد من إقرارهم على شرب الخمر، لأنهم يحتفلون بهذه الأعياد على أنها أعياد شرعية عندهم، وهي أعياد كفرية لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها ولا أن يرفعوا بها رأسا. قد يقولون مثلا: ألسنا نهنئكم على عيدكم في الفطر والأضحى؟ فنقول: بلى، لكن عيدنا عيد شرعي مرضي عند الله، وعيدكم عيد كفري مسخوط عند الله، ونحن وأنتم بشر مخلوقون لله متعبدون بشريعة الله، وكان الواجب عليكم أن تحتفلوا بعيدنا وأن تدخلوا في ديننا، فضلا عن أن تحتفلوا بعيدنا. أما نحن فمحرم علينا أن ندخل في دينكم، ومحرم علينا أن نحتفل بشرائعكم وشعائركم.